يا ترى انت خايف من الحرب حتى لو انت بعيد عنها؟ وبمناسبة الحروب اللي بقت حوالينا في كل مكان، حتى لو انت فعلا بعيد جدا عنها وبالرغم انك قاعد في بيتك في امان ومع ذلك قلبك مش مطمئن، وكل ما تسمع خبر تحس ان في حاجة جواك بتتهز من غير ما حد حتى يلمسك. طيب خليني اصدمك ان اللي انت حاسس بيه ده في علم النفس ليه اسم، وهو قلق التوقع. يعني ايه قلق التوقع؟ يعني تلاقي نفسك بتخاف من حاجة لسه ما حصلتش، بس خيالك بيعيشك انها لازم هتحصل، واحيانا تحس انها بتحصل دلوقتي فعلا. وده مش خوف طبيعي، ده وباء نفسي بيتنقل من شخص للتاني من غير حتى ما نحس. تلاقي نفسك بتتابع الاخبار بجنون، جسمك مشدود من غير سبب، تحس وكأن اللي بيحصل في العالم ده كله معمول عشانك انت، ضدك انت. والمصيبة بقى ان دماغك بتلاقيها بدأت ترفض تخطط لأي حاجة جاية في المستقبل، وكأن خلاص مفيش مستقبل اصلا. بس خليني اقول لك على سر مهم جدا، صدقني انت مش محتاج تعرف كل حاجه بتحصل بره، واللي انت فعلا محتاجه انك تفهم اللي بيحصل جواك انت. وعلشان كده انا عايزك تجرب النهارده وتعمل اللي انا هطلبه منك ده. كل اللي انا هطلبه منك انك تقفل التليفون حتى لو ساعه، وافتح قلبك وخد نفس عميق وقول لنفسك انا في امان، وانا هنا، وانا بخير بفضل الله. وعايزك دايما تعرف ان انا هنا عشان افكرك ان في فرق كبير جدا بين انك تعرف ايه اللي بيحصل في العالم وبين انك تسمح للعالم يخرب العالم اللي جواك. في النهايه عايزك تقول لي بصراحه، هل يا ترى بتحس انك خايف من حاجه والحاجه دي اصلا لسه ما حصلتش؟ عايزك تكتب لي في الكومنت يا ترى انت حاسس بايه او بتخاف من ايه، وسيب لي فرصه اساعدك تتخلص من الخوف ده. وبرضه خليني اقول لك، لو دماغك مش سايبك ترتاح، في جلسات دعم نفسي معموله مخصوص للي بيمر باللي انت فيه، مش عشان ترجع انسان عادي، لكن عشان ترجع انسان حقيقي.